لو بتتمرن جيم او حتى نفسك تخس اكيد سمعت عن الواي بروتين والكازايين. بس ايه رأيك لو قلت لك ان الفرق بينهم مش بس توقيت الشرب، وانك لو اخترت الغلط جسمك مش هياخد اللي محتاجه ومجهودك ممكن يروح على الفاضي؟ في الفيديو ده هقول لك كل حاجة بالتفصيل ونكشف مع بعض عن الشائعات ونصحح المفاهيم. خليك معايا لاخر ثانية عشان في الاخر هقول لك مين فيهم انسب ليك بالظبط. يعني ايه واي بروتين؟ هو بروتين سريع الامتصاص بيستخلص من اللبن بعد صناعة الجبنة، في كل الأحماض الأمينية الأساسية المهمة للاستشفاء، وفي كمان بي سي دبل اي وبالذات العضلي بيوصل بسرعة للعضلات بعد التمرين، وده بيخليه مثالي جدا بعد التمرين مباشرة. طب ايه هي مميزاته؟ سريع الامتصاص فهو مثالي جدا بعد التمرين، هو سهل الهضم في معظم الناس، بيساعد على بناء العضلات بسرعة. في انواع ليه زي الكونسنتريت ده بيكون ارخص وسهل الاستعمال، في نوع اسمه الايزوليت وده انقى واقل في اللاكتوز، في نوع اسمه الهيدرولايزد ده بيبقى اسرع امتصاصا ولكنه اغلى. ثانيا، يعني ايه كازايين بروتين؟ برضه بيستخلص من اللبن لكن بطيء الامتصاص، بياخد من 6 ل 8 ساعات عشان الجسم يهضمه ويمتصه، بيطلق الأحماض الأمينية بشكل مستمر وطويل. إيه هي مميزاته؟ هو بيدي تغذية عضلية طويلة المدى مثالي جدا قبل النوم، وهو بيقلل الهدم العضلي أثناء النوم أو الصيام، وبيساعد في الشبع لفترة أطول. طب إيه هي أشهر الشائعات المنتشرة عن الواي بروتين والكازايين وإيه تصحيحها؟ الشائعة الأولى ان الواي بروتين بيبوظ الكلى. الرد العلمي ده غير صحيح عند الناس السليمة، لكن لو في مشاكل كلى سابقة لازم تعمل استشارة طبية. الشائعة التانية البروتين الصناعي مضروب ومليان هرمونات. الرد العلمي مفيش اي هرمونات في البروتينات دي، بس اشتري من شركات محترمه ومعتمده من الاف دي اي. الشائعه الثالثه لو مش باخد مكملات مش هكبر في الحجم العضلي. الرد العلمي المكمل اسمه مكمل يعني مش اساسي، لو اكلك مظبوط ممكن تكبر من غيره. الشائعه الرابعه الكازايين بينفخ الجسم وبيخزن دهون. الرد العلمي الكازايين ده عباره عن بروتين بطيء فقط، لو بتاكل اكتر من احتياجك اي حاجه هتتخزن دهون مش بس الكازايين. رايي كدكتور تغذيه لو انت بتتمرن وعايز تعظم النتائج خد واي بروتين بعد التمرين فورا، وخد كازايين قبل النوم لو انت حابب ان انت وانت نايم تكون ضامن ان عضلاتك بتتغذى. ولو ميزانيتك محدوده الواي بروتين كفايه جدا ليك، لكن لو بتعمل دايت شديد او بتعمل كازايين هيساعدك ما تجوعش بسرعة. لو استفدت من الفيديو ما تبخلش علينا بلايك عشان يوصل لناس اكتر. لو عندك اي سؤال عن المكملات اكتبه في كومنت وهرد عليك في فيديو مخصوص. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، عايزين نوصل ل100 ألف مشترك قبل نهاية السنة، لأن اللي جاي أقوى بكتير وهنشرح كل مكمل في الجيم من الألف للياء. معاكم دكتور محمد صقر، استشاري التغذية العلاجية والرياضية، والمكملات عندنا علم مش كلام جيم. ويومكم جميل.